النهاردة عن سبيل في شارع المعز اتحول لمتحف نسيج رائع جميل، وبيحكي حكايته للدنيا أجمعين. بيحكي حكاية من التاريخ وملوك كانوا على فنه شاهدين على البراعة في الزخارف، وزخارف عايشة معانا والأصالة فايحة من المكان، والزخارف عايشة تحكي وشوشت حتى الحجر، وقطعة أثرية جميلة أغلى من الماس مسطورة في كتاب التاريخ بسطور من ذهب. وتعالوا نطوف ونشوف بعيونكم رحلة مع الجمال في متحف النسيج، القديم فيها جديد. تعالوا نشوف رأيكم. طرزت المنسوجات في العصر المملوكي بأشرطة مزينة بتشكيلات بديعة ورائعة من الخط العربي، وفي كتير من المنسوجات اللي اقتصرت زخرفتها وزينتها على وضع قائمة طويلة من الألقاب اللي بيحملها الشخص، والكلام ده حتى على الناس اللي بتشتغل في وظائف صغيرة في البلاد. أما عن الألقاب اللي كان الأمراء ورجال الدولة بيحملوها في العصر المملوكي، فكان مصمم ليهم شعار خاص بكل لقب من الألقاب علشان يتحط على قصورهم ومبانيهم، وكمان في بعض الأحيان كان الشعار ده بيتحط بصورة بارزة جدا على الملابس والمنسوجات. وده رداء طفل من الحرير بزخارف منسوجة بطريقة مركبة. زخارفها عبارة عن جامات متداخلة جواها كلمة السلطان ورسوم أسماء. حكايتنا النهاردة عن متحف النسيج الموجود في النحاسين في شارع المعز لدين الله الفاطمي. هو كان سبيل محمد علي باشا، لكن القائمين عليه نجحوا ان هم يحولوا السبيل لمتحف نسيج جميل. النهاردة بنتكلم عن النسيج في العصر المملوكي. عايزة اقول لكم ان الحياة في العصر المملوكي كانت مزدهرة في كل شيء، وخاصة النسيج. وكان المماليك ليهم طقوس خاصة جدا، فكانوا بيجيبوا قطع من القماش بمقاسات معينة ومواصفات خاصة جدا، وكانوا بيحطوها وراء المكان اللي بيجلس عليه الأمراء في اجتماع مجلس الحكم. كمان عايزة أقول لكم حاجة مهمة جدا، إنهم كمان سلاطين الأمراء كانوا بيدوهم هدايا قيمة وفخمة جدا، إنهم كانوا بيدوهم ملابس فخمة للقائمين على خدمتهم، وكمان كانوا بيقوموا بترقيتهم. وأثناء موسم الربيع والخريف كان ليهم طقوس خاصة جدا، كانوا بيستبدلوا ملابس الموسم المنتهي بملابس موسم جديد جدا، ابتداء من غطاء الراس الحريري حتى الشبشب الحريري. ومن زهو سلاطين المماليك ان هم كمان كانوا بيكتبوا اساميهم والقابهم على الملابس بتاعتهم، وده كان اكبر دليل على ازدهار عصورهم وعلى اهتمامهم بالنسيج. ودي قطعة من نسيج الحرير باللون الأزرق، عليها زخارف منسوجة عبارة عن مناطق بيضاوية جواها رسوم نباتية وكتابات نسخية باسم الملك الناصر محمد ابن قلاوون. كمان كان في تصميمات وتشكيلات مفضلة كتر استخدامها بشدة، زي التصميمات الشبكية من الخطوط المنحنية من النقوش الدقيقة جدا المشكلة من شرائط بألوان مختلفة، وكمان أشكال دائرية الرسوم فيها أنواع من الحيوانات ورسومات لبعض النباتات والأزهار. ودي طاقية سودة عليها زخارف مشغولة بنسيج رمادي اللون مكون من 5 مثلثات رؤوسها بتلتقي في وسط الطاقية. شفنا القماش المشغول بيجمع الحضارات، شفنا ازاي قطعة أثرية جواها خيط جميل بتجمع الحضارات. عشنا في العصر الفاطمي وسمعناه وهو بيقول حكايات عن متحف النسيج، متحف جوه السبيل. الله عليك يا مصر، متحف جميل ورائع عمال يحكي حكايات، والقاعات لسه مليانة بالمفاجآت، ولازم الأجيال اللي جاية واللي بعد اللي جاية يعرفوا حكاية متحف النسيج.
وفي كل قاعة لسه في مفاجآت، واستنونا في حكاية تانية من حكاية أصل.